الحرب أو حرب الإبادة اللي شغالة في غزة بقالها سنتين، وطالع يقول لنا كلب التاكسيات إن موقف مصر لم يتأثر برغم إن إحنا بناخد منهم غاز، وسماه تحديدا الغاز الإسرائيلي. الغاز هو غاز مصري، والبيت هو بيت أبونا، والغرب يطردونا. طبعا كلب التاكسيات تربيتهم، كلب التاكسيات وهو في ثانوي كان مع المجموعة اللي هي بتعبد الشيطان، يعني ده بيعبد الشيطان. فانتوا متخيلين رئيس وزراء مصر بيعبد الشيطان، واللي بيحكم مصر هو الشيطان نفسه. فبيقول لك ايه يعني؟ بصوا التراب اللي بيترمي في عينينا كلنا. بيقول لك الغاز الاسرائيلي لم ولن يؤثر على القرارات السياسيه المصريه. خد اهو، واحد ليك وواحد للسياسات المصريه. يا ابن زنا المحارم، هي فين السياسات المصريه؟ السياسات المصريه بتقول لك عدي بوارق حربيه عشان يتقتل بيها ويباد الشعب الفلسطيني. السياسات المصريه بتقول لك ان المعرسين بتوع الغرب يطلعوا يقولوا عايزين قوة دولية تدخل غزة عشان تضمن ان هي تبقى دولة او اقليم منزوع السلاح، وانت تقول بتدعم الكلام دوت. النهارده جارك بكرة دارك، لكن هي مش دارك يا مدبولي يا كلب التاكسيات يا ابو شفاتير يا عابد الشيطان. خلوني اروح لكم كده شوية عشان تشوفوا الدرج او شفاتيره اللي شبه الدرج. هو دلوقتي بيقفلها من كتر ما انا بتريق عليه. فمدبولي كلب التاكسيات يسر هو بيدق من بيادق الاحتلال. هو وسيسنياهو بيلبسوا الحق بالباطل، زي ما وجدوا كيان وسموه إسرائيل، دلوقتي بيدوهم الغاز المصري وبيقولوا عليه الغاز الإسرائيلي. الغاز الإسرائيلي لن يؤثر على القرارات السياسية المصرية. انت قرارك السياسي كوبي بيست كده من قرار الكيان، كأنك انت وهو نازلين من رحم عفن واحد. انت واخد بالك؟ انت مالكش قرارات سياسية في مصر. مصر مش ضد التهجير غير ان هو ما يكون في اي مكان تاني غير في مصر، لان هم خايفين المقاومة وخايفين الشعب المقاوم ينقل جينات المقاومة للشعب المصري اللي قاعد متلم مبرد مكلح بلا كرامة. انت عرفت يا اخويا، لكن ما انتم مجهزين سينا عشان تسلم لاخوالكم، و7 مدن مبنية يا ابن المتناكة ومجهزينها للتسليم.